بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمعنا اليوم إن شاء الله كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. وقبل أن نبدأ درسنا اليوم نريد أن نكرم الذين يوم أمس فاز بالهدية الأولى، وهو أين هو؟ لعله غائب إن شاء الله. أين هو؟ أين هو؟ أنت أكيد أنت. وكم كانت الهدية أمس؟ كم قلنا الهدية؟ كم قلنا؟ 100 أو 50؟ 50 أو 100؟ كم قلنا؟ تذكروا؟ 100,000 روبية، هكذا قلنا يوم أمس. صحيح، أنا أذكر أننا قلنا 100,000 روبية، وقلنا أن هناك أيضا بحث من أتى به فله أيضا قلنا 100,000 روبية. فهل هناك من أتى بالجواب؟ هذه كم؟ 50,000 وأختها 50,000، فيكون المجموع كم؟ 100,000. تفضل، ما شاء الله. تستحق أكثر من ذلك، ما شاء الله. من أتى ببحث يوم أمس، إجابة يوم أمس؟ لا، أعطوني أوراق، ما أستطيع أن أخذ هكذا. أعطوني أوراق، أكتب وأعطيني الورقة الذي يعرف الجواب. أيضا من أتى بالجواب؟ لا تأتي بالاسم، لا 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 لا, لا نمر. في اسمك؟ ما في. كيف أعرف؟ واسمك أنت أيضا موجود. أكتب اسمك يا شيخ عشان نعرف من الذي. ومن أيضا؟ شيخ أبو ذر. شيخ أبو ذر، نحن جئنا من السعودية أغنياء وسنرجع فقراء. أخذوا الفلوس هدية. كيف؟ كيف؟ ها؟ يا سلام، صحيح، ولك جائزة أنت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا إجابة؟ ها؟ كيف أجعله مثل هذا هكذا؟ كيف؟ ورقة واحدة يكفي، ورقة واحدة يكفي. شيخ، القواعد المثلى ناقص. القواعد المثلى ناقص. القواعد المثلى أيوة ناقص، في صفحة واحدة في مكتوب فقط. أين القواعد المثلى؟ من بعد أيضا يا إخواني؟ عندي 3 الآن. رأيت؟ ناقص كثير جدا يعني. يا شيخ، انتهيت؟ أين الذي أنت؟ كيف أصنعه؟ ها؟
أعطني ورقة فاضية واكتب اسمك. ورقة فاضية يكفي، واكتب اسمك فاضية، اكتب اسمك فيه. نعم شيخ. هذه نسخة ناقص وهذا جيد يعني. القاعدة الأولى، الثانية، الثالثة، ما شاء الله. جيد جيد. شيخ، القاعدة الأولى هو 4 قواعد. أين الثانية والثالثة والرابعة؟ هذا قواعد في أدلة الأسماء. الأدلة 4 قواعد. القاعدة الأولى وناقص يختلف بهذا. انظر الباب الأول في أسماء الله 7 قواعد. الصفات 7 قواعد. في الأدلة في الأسماء والصفات 4 قواعد. هو موجود واحد فقط. الأدلة يبقى 2 و3 أيوة أحسنت. في الأدلة ليس مشكلة، هذا ليس مشكلة، لكن هذه فقط باقية. إذن يعني نسوي هذه مزيد أحسنت. أحسنت 7. لا بأس كذا، لكن تصور زيادة تعطيهم بالأوراق. هذه لك. لمن؟ لك. من أين جئت بالجواب؟ لك أو له؟ من أين جاء بها؟ بحث هو أو كيف؟ بحثت في الكتب؟ بحثت؟ فهمت؟ بحثت في الكتب؟ ما شاء الله. طيب الآن عندي تقريبا 5 من الإجابات. 5 من الإجابات، وهذه السادسة. آيتين. لا، ماذا قلنا في السؤال؟ ها؟ لا، ليس الحي. قلنا أدلة صفة اسمين من اللازم واسمين من المتعدي. هذا هو البحث. قلنا أسماء تنقسم إلى قسمين: لازم ومتعدي. لازم ومتعدي، فنريد 2 من الأسماء اللازمة و2 من الأسماء المتعدية. هذا هو البحث. لا، هذا هو البحث. اسمين لازمين واسمين متعديين. المتعدي كثير جدا، لكن اسمين لازمين أهم شيء. إيه، اسمين لازمين، هذا البحث. لكن لا، الذي قلنا أخيرا في آخر شيء يكون اسمين من أسماء الله لازمين، سوى ما ذكرناه. الذي قلنا نحن العلي قلنا لا نريده. طيب تعال يا شكور. اسمك؟ رزقي. رزقي، تعال يا رزقي هنا. الآن رزقي لا يعلم من هذه لمن، فسنجعل القرعة هكذا. نجعل القرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رزقي هذه أوراق، ماذا تختار أنت؟ لا لا لا, لا. اختر ما تريد. قلب. هذه. طيب انتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اسمه مبارك. مبارك. اسم الله الحي في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسورة غافر: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. هذا إجابة ممتازة. الحديث كان يقول: اللهم إني أسلمت لك، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت ولك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. أحسنت. وعن زيد بن حارثة: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وعن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما منعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اسمان لازمان: العزيز، الصفة العزة، الاسم القدوس، الصفة القداسة أو القدس، القداسة، الصفة القداسة.
أحسنت. وخطه رائع جدا ما شاء الله، خطه ممتاز جدا ما شاء الله. خطك هذا، خطك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذن 100,000 تكون من نصيب الأخ مبارك، وإن شاء الله سوف أنتم يعني تفوزون إن شاء الله في أسئلة أخرى إن شاء الله. سيأتينا أيضا أسئلة إن شاء الله، سيأتينا أسئلة إن شاء الله. والذين في الإعداد إن شاء الله سيكون لهم أيضا أسئلة على قدرهم، يعني أسئلة صغيرة يعني تناسبهم، ليست صعبة إن شاء الله. فنقول أين الأخ مبارك يستلم الجائزة؟ أخ مبارك تفضل. كم هذه؟ ما شاء الله، وعند الله يكون أكثر إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله سيكون أيضا يعني أشد إن شاء الله. استعدوا. أخذنا يوم أمس وقلنا بأن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى لازمة وأسماء متعدية. فمثل ماذا الاسم المتعدي؟ الاسم المتعدي مثل ماذا؟ مثل السميع، فيه صفة السمع، وفيه الفعل وهو أن الله سمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. طيب، الحكيم اسم من أسماء الله، والصفة الحكمة، والفعل ما الفعل منها؟ هل هو متعدي أو لازم؟ حكيم، حكمة. الحكيم أيها الإخوة ما معناه؟ الحكيم هو وضع الأمر في مكانه المناسب، وضع الأمر في مكانه المناسب. أنت أحيانا تأتيك مشكلة فنقول ما هو الحل؟ فربما تختار حلا يكون خطأ ثم تندم، هذه ليست حكمة. حكيم أنه لا يندم إذا فعل شيئا فعل صحيح ولا يندم عليه، تسمى حكمة. واضح؟ وضع الشيء في مكانه المناسب. يعني أنت عندما يعني تريد أن تتخذ حلا قد تخطئ في الحل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تخطئ في الحل، نقول هذا ليس حكيما. ولذلك الناس يأتون إلى شخص معين يستشيرونه، ما رأيك؟ لأنه حكيم. عندي مشكلة، كيف أصنع؟ ألست تأتيك مشاكل أنت؟ أليس يأتيك مشاكل؟ يأتيك مشاكل، أين تذهب؟ إلى حكيم صاحب تجارب وصاحب معرفة وخبرة، فنقول هذا حكيم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فأبدعه، هذه هي الحكمة، وضع كل شيء في مكانه المناسب. الآن أيها الإخوة الكرام، عينيك فوق أو تحت؟ لو كانت عيناك في القدم كيف تمشي؟ إذن وضعها حكيم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نقول بلى. كذلك العينان في الأمام أو في الخلف؟ لو كان في الخلف كيف تمشي؟ كيف تمشي؟ إذن وضعها في الأمام حكيم. فلما رأينا العينين في مقدمة الرأس نقول هذه حكمة. فالله حكيم، من صفاته الحكمة، وهو أن يضع الشيء في مكانه الصحيح سبحانه وتعالى. الشمس هذه التي نشاهدها، كم بيننا وبين الشمس من ميل؟ كم؟ هذه الشمس ترونها، كم بيننا وبين هذه الشمس من ميل؟ يقول علماء الفلك أنه بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل، 150 مليون كيلومتر. قريبة أو بعيدة؟ بعيدة جدا. 150 مليون كيلومتر بيننا وبين الشمس، 150 مليون. لو كان 140 مليون يحترق الكون احتراق، لا يبقى شيء، يكون رمادا. ولو كان 160 مليون
لو كان بعيدة عننا أكثر 160 الآن 150 مليون، لو كان 160 مليون لأصبح مثل الثلج، ليس ظلام، ثلج بارد برودة شديدة حتى لا يبقى حياة، يكون كل العالم ثلج، دمك في الجسم ما يتحرك، يكون ثلج فيموت الناس. إذن الذي وضعها في هذا المكان حكيم أو غير حكيم؟ حكيم سبحانه وتعالى. هذا معنى الحكيم، هذا هو معنى الحكيم سبحانه وتعالى. خلق النار وخلق الجنة لحكمة، كل أفعاله حكمة، كل أفعاله حكمة له سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. هذا معنى الحكيم يا أخواني. الحكيم هو أن يضع الشيء في مكانه الصحيح المناسب، لأنه عنده علم فيضع الشيء في مكانه، هذه هي الحكمة سبحانه وتعالى. فالحكيم الصفة الحكمة، والتعدي الفعل هو إيجاد كل شيء في مكانه الصحيح. طيب، ننتقل في قواعد الأسماء إلى القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: عندكم موجودة الرابعة من الأسماء، قواعد الأسماء ليس صفات، نقول قواعد الأسماء 7 وقواعد الصفات 7. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. ما معنى هذا الكلام؟ مطابقة وتضمن والتزام. عندكم موجودة في المذكرة؟ موجودة؟ وأيضا ليس عندي موجودة هنا، ليس موجودة، فلعل يمكن الخطأ يمكن في تصوير، فاكتبوها عندكم أنتم، اكتبوها، يعني سقط سهوا لا بأس. قاعدة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. بالمطابقة وبالتضمن والالتزام. ترجم له: أعطني 5 من أسماء الله سبحانه وتعالى وأعطني الصفة منها ولك 50,000. قل له، ترجم له. لا، أي 5 من أسماء الله عز وجل ويعطيني الصفات منها 5 وله 50,000. ترجم له. لا تجيب أنت، ترجم له، ترجم له. أنت يا شيخ عرفت السؤال؟ عرفت السؤال؟ ترجم له ليفهم هو. أنت فهمت؟ فهمت السؤال؟ ما هو السؤال؟ ترجم له 5 من أسماء الله، وأريد صفات ال5 هذه، صفات الأسماء ال5، ويكون له 50,000. ترجم له. وكم الهدية؟ رما بيريدوا، ها؟ رما بيريدوا، هكذا صحيح؟ رما بيريدوا صحيح؟ ها؟ ما بولو؟ ريمال بولو؟ ريمان بولو؟ ريمان بولو؟ ريبو ريبو سبحان الله. ريمان بيلو ريبو. صحيح؟ صحيح؟ ما معنى ريبو؟ ما معناها؟ 1000
ربو ألف، ربو ألف، ها؟ وريمان بيو يعني 50. 50 ما معنى 50؟ ريما بولو، ريما بولو ربو، ريما بولو ربو. لك ريما بولو ربو. لك، يلا بسم الله. لا من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. لا يجوز، لا يجوز. تريد 50,000؟ تريد ريما بولو ربو؟ تريد؟ يا مالك، يا مالك. لا، أنت تعطيني ريما بولو ربو، أعطيني. لا استرح، استرح، خطأ. أنا أطلبك، ها؟ أنت مدين لي ب50,000 تخبرونه. طيب، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. اسمعوا يا أخواني ماذا يقول المؤلف رحمه الله. يقول السميع اسم والصفة منه السمع. سميع نصف، سمع نصف، كله يسمى تضمن. الاسم والصفة مع بعضهما يسمى تضمن. السميع جزء والسمع جزء، هما جزءان. فنقول الله سبحانه وتعالى من أسمائه السميع، وفيه صفة السمع، فالسميع يدل على السمع مطابقة، يعني مطابق له مثله بالضبط. السميع ليس البصر، السميع السميع السمع، السميع ليس التكلم، السميع السمع. فالسميع صفته السمع، فالسمع متضمن لاسم السميع يعني جزء، والسميع يدل على السمع مطابقة، والبصير يدل على البصر مطابقة، والسميع متضمن للسمع، والسمع متضمن للسميع، يعني جزء منه. نقول هذا المسجد، هذا المسجد، كلمة المسجد تعني هذا كله مطابقة، وتعني باب تضمنا، فالباب يتضمن المسجد، والسقف يتضمن يعني جزء، يعني جزء. فالمسجد أجزاء، العمود جزء، السقف جزء، الأرض جزء، الفرش جزء، المنبر جزء، المروحة جزء. فالمسجد يتضمن أشياء كثيرة، فنقول المنبر متضمن لكلمة المسجد يعني يدخل فيها، والمروحة متضمنة للمسجد داخلة فيه. فالسميع يدل على السمع واسم السميع، فالله اسمه السميع ويسمع سبحانه وتعالى. يسمع هذا جزء من السميع، والسميع جزء من سمعه سبحانه وتعالى، فهو اسم وصفة. السميع اسم وصفة أنه يسمع عز وجل. هذا يسمى التضمن ويسمى المطابقة. المطابقة يعني السميع يدل على السمع مطابقة، والسميع جزء من صفة السمع واسم السميع. طيب، الالتزام نستطيع أن نثبت أسماء أخرى من هذا الاسم. فإذا كان سميعا يلزم أنه حي. كيف يسمع وهو ميت عز وجل؟ فالله من أسمائه الحي، أخذناه من السميع. ولأنه سميع سبحانه وتعالى فأيضا من أسمائه غير السميع غير الحي القيوم.
لو كان ما يسمع كيف يستجيب لنا وهو قائم علينا؟ فلأنه يسمع قائم علينا. القيوم هو القائم علينا. قيوم يعني نحتاج إليه سبحانه وتعالى. قيوم يعني يقوم على خلقه بإعطائهم، فهو ربهم، هو الذي يعطيهم، هو الذي يسمعهم ويساعدهم ويعينهم. هذا القيوم. القيوم من القيومية، قائم علينا. أرأيت الأب في بيته هو قيوم، أبوك في البيت قيوما يعني قائم على البيت، يأتي بالطعام والشراب ويذهب بك إلى المدرسة ويعالجك، يسمى قائم عليك. فالله قيوم يعني يقوم على خلقه. لو كان الله عز وجل ما يسمع كيف يقوم على خلقه؟ فنقول سميع، إذن هو قيوم. فنستطيع أن نأتي بأسماء من هذا الاسم. واضح؟ طيب، الله سبحانه وتعالى من أسمائه القوي. أعطني أسماء أخرى تأخذها من القوي. القوة تحتاج إلى علو فوق. ما هي الصفة؟ القوة، القوي. القوي حي. كيف يكون قوي وميت؟ فنثبت أسماء أخرى عن طريق العقل، نخرج أسماء أخرى، نقول يلزم من ذلك أنه موجود، أليس كذلك؟ يلزم من ذلك أنه كريم، قوي كريم، ويلزم من ذلك أنه عزيز، ويلزم من ذلك أنه حكيم. فنستخرج أسماء من اسم واحد. هذا معنى يعني الالتزام. يعني يلزمنا إذا قلنا حي، يلزمنا أن نقول بأنه موجود، وأنه يسمع، وأنه يتكلم، لأنه حي سبحانه وتعالى. فالآن الاسم والصفة تدل على الاسم مطابقة وتضمنا والتزاما. طيب، الرحمن هذا اسم يدل على الرحمة تضمنا، فالرحمة جزء من اسم الرحمن، لأن الرحمن اسم والرحمة صفة، فكلاهما في الله عز وجل. فالله اسمه الرحمن، صفته الرحمة. الصفة تتضمن الاسم، والاسم يتضمن الصفة، يعني هذا جزء وهذا جزء، كلاهما لا بد أن يكون موجود في الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا قلنا الرحمن أعطني أسماء يلزم من ذلك. الرفق، الرفيق سبحانه وتعالى من أسماء الله الرفيق لأنه رحمن، ومن أسمائه أيضا الرزاق لأنه رحمن يرحمهم، فإذا رحمنا يرزقنا. الوهاب، اللطيف، الحي لابد أن يكون حيا، ليس كذلك؟ فنستخرج أسماء أخرى نقول نخرجها التزاما، يعني يلزمنا إذا أقررنا باسم أن نقر بأسماء أخرى. فالاسم يدل على معناه مطابقة. سميع سمع، بصير بصر. لا نقول السميع هو البصر، هذا خطأ. الكريم هو القوي، لا، الكريم يدل على صفة الكرم مطابقة يعني يماثلها. طيب، الحليم صفة الحلم، ليس الحلم، الحلم جزء متضمن لهذا الاسم. طيب، يلزمنا من ذلك أسماء أخرى: الرؤوف، الرحمن، الحليم، الحي، السميع، البصير، وهكذا. طيب، البصير هل الله سبحانه وتعالى يبصرنا؟ ترجموا له. هل الله له عين؟ ما شاء الله، له عين. ماذا يقول؟ يلا أعطني دليل على أن الله في القرآن له عين ولك 50,000.
لا تجيبوا، لا يا أخوان أخبروهم الغش لا يجوز. يلا دليل من القرآن أن الله له عين تأخذ 50,000. استرح. الأخير. يختبئ. ما هو الدليل على أن الله له عين؟ تعرف؟ دليل على أن الله له عين، تعرف؟ استرح. دليل على أن الله له عين، تعرف؟ استرح. من يجيب؟ من يعرف الجواب؟ تفضل. البصير. لا، عين. عين. بصير استخدم الوراء، لكن أن الله له عين. ها استرح. ما معنى استرح بالاندونيسي؟ هدوء. استراحة. عربي استراحة. استراحة عربي استراحة. قم. برديري. برديري. دليل برديري. برديري. إن شاء الله أرجع إلى السعودية 20 كلمة أندونيسي إن شاء الله. سورة المدثر. طيب آية اقرأ. نسيتها. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أحسنت. أصبر. مرديري قم يعني. مرديري. الله عز وجل كم له من عين؟ الله سبحانه وتعالى كم له من عين سبحانه وتعالى؟ تجيب لك 50,000. ما تجيب نأخذ 5 ونعطيك الأصفر. الله أعلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. من يعرف كم لله من عين؟ مع الدليل. مع دليل. بسم الله. عينان. الإجابة صحيحة. ما شاء الله. دليل. الدليل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. أيوة. إن ربكم ليس بأعور. إن الدجال أعور وإن ربكم ليس سأذهب فقيرا. ما شاء الله. ما شاء الله. تفضل. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ها؟ إيه كل ليس 50. أنت وأولادك وزوجتك إن شاء الله. طيب نستمر. هذه هي القاعدة الرابعة انتهينا منها.
القاعدة الخامسة: القاعدة الخامسة تكتب عندك: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. نثبت اسم الله من كلامه هو أو من كلام رسوله فقط. واضح؟ هذا معنى توقيف، يعني نقف، توقيفي يعني نقف على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العقل فلا. فهل من أسماء الله السميع؟ نقول نعم. ما دليلك؟ تقول وهو السميع العليم. هل من أسماء الله سبحانه وتعالى الكريم؟ وهو العزيز الكريم. من أسماء الله الكبير، وهو العلي الكبير. هل من أسماء الله العظيم؟ ما الدليل؟ العظيم وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. هل من أسماء الله سبحانه وتعالى المصور؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. اسم الله المصور، والصفة التصوير، أنه صورنا بهذه الأشكال والصور. طيب، هذه أسماء الله وصفاته. هل الله سبحانه وتعالى من أسمائه القديم؟ القديم لا. من صفاته أنه قديم نعم، لكن ليس من أسمائه. فلا يجوز أن نسمي عبد القديم، لا يجوز. طيب، الباقي الناس يموتون والله لا يموت، هل نسميه الباقي؟ لا، الله ما سمى نفسه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمي الله بأنه الباقي. فالباقي ليس من أسماء الله، القديم ليس من أسماء الله، الموجود ليس من أسماء الله. فلا نقول عبد الموجود. الله موجود نعم، لكن ليس من أسمائه الموجود. فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ واضح؟ أسماء الله توقيفية، أي نقف على الكتاب والسنة فقط. هذا معنى أسماء الله توقيفية. أسماء الله توقيفية، فلا نثبت إلا ما جاء في الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل الله سبحانه وتعالى يتكلم؟ نقول نعم. هل من أسمائه المتكلم؟ نقول ما جاء لا في القرآن ولا في السنة. فالله عز وجل لا يسمى بالمتكلم لأنه لم يرد، لأن أسماء الله وقف على الكتاب والسنة. واليوم بعض المسلمين للأسف يتسمون بغير أسماء الله. عبد الباقي خطأ، عبد الموجود خطأ، عبد القديم خطأ، عبد الله صحيح، عبد الرحمن صحيح، عبد الملك صحيح، عبد المؤمن صحيح، عبد المهيمن صحيح، عبد الباسط صحيح، عبد المقصود غير صحيح، ليس من أسماء الله المقصود، وإنما من صفاته أنه يقصد عز وجل، لكن ليس من أسمائه. فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه سبحانه وتعالى. طيب، هل نسمي الله أو نصفه بأنه طبيب يعالج الناس؟ لا، لا نسميها الطبيب، ولا نقول عبد الطبيب. نعم، هو عز وجل يعني يعالج الناس ويشفيهم بإذنه سبحانه وتعالى، لكن ليس من أسمائه الشافي، لا، وإنما من صفاته.
فالطبيب، المهندس، العاقل، لا يجوز أن نقول الله من أسماء الله العاقل، عبد العاقل، لا يجوز. الله لم يسمي نفسه بالعاقل. فأسماء الله توقيفية، لا بد أن تأتي بالكتاب والسنة فقط. أما العقل فإننا لا نستخدمه في إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما نثبت ما جاء في الكتاب والسنة. هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة. الآن القاعدة قبل الأخيرة قاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. فلو قيل كم أسماء الله تقول الله أعلم، هي كثيرة جدا، ليست فقط 99 اسما، بل هي أكثر من ذلك. أسماء الله لا تحصى. هناك أسماء، استمعوا يا أخوان، هناك أسماء لله ذكرها في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك أسماء لا يعلمها إلا بعض خلقه. بعض الملائكة يعلمون أسماء أخرى نحن لا نعلمها، ما جاءت لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي كتاب. الله أخبر بها بعض خلقه كبعض الملائكة. وهناك أسماء لا يعلمها أحد إطلاقا، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. لم ينزل بها كتاب، ما نزل بها، فالناس لا يعلمون، إنما يعلمها بعض الخلق أعلمهم الله سبحانه وتعالى. أو استأثرت به، يعني لا أحد يعلم، لا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا أحد. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله كثيرة جدا لا تحصى سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام له أسماء، من أسماء الرسول محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمصطفى من أسمائه عليه الصلاة والسلام. هذه أسماؤه وتدل على معاني. والعاقب الذي عقب جميع الأنبياء فأصبح آخرهم، عقبهم جاء يعني بعدهم، لكنها محصورة أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. أما الله عز وجل فأسماؤه لا تحصى كثيرة جدا، لأن الله عز وجل كل اسم فيه صفة، فصفاته كثيرة جدا. الإنسان كلما نعطيه اسما أو صفة دل على كماله. فمثلا الإنسان إذا قلنا الإنسان كريم، شجاع، بطل، قوي، رحيم، مسامح، هذه صفات كمال فيه، أليس كذلك؟ وكلما تعطيه صفة أخرى يزداد يعني كمال بشري. فإذا أعطيته 20 صفة فيه صفات جيدة نقول هذا ما شاء الله هذا إنسان نادر مثله. كلما تزيد صفة دل على قرب كمال البشري. الله سبحانه وتعالى صفاته لا تنتهي، كثيرة جدا، وكلما زاد صفة زاد كمالا سبحانه وتعالى. فصفاته وأسماؤه لا تعد ولا تحصى. هذه هي القاعدة السادسة. نأتي إلى القاعدة الأخيرة في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي القاعدة السابعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد، اكتب عندك هي غير موجودة. الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. هو الإلحاد بها، هو الميل بها عما يجب فيها. بسم الله.
كتبتوها؟ الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. ما معنى هذا الكلام؟ الإلحاد أيها الإخوة هو الميل، يميل بها عن معناها الحقيقي، يسمى إلحاد. أقول تسمع، تقول نعم أنا أبصر، هذا يسمى إلحاد، يعني ما ميل، مال بها عن معناها. نقول ما معنى يأكل؟ تقول معنى يأكل أنه يمشي، هذا يسمى إلحاد، يعني غير معناها. فالإلحاد هو التغيير والميل بها، الميل بها. وذروا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا، اتركوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون يعني يغير معناها إلى معنى آخر، أو يغير معناها إلى لا شيء، يقول ليس لها معنى، هذا إلحاد. فالإلحاد مراتب، الإلحاد مراتب، من هذه المراتب أنه يعطلها عن معناها، يعطل الاسم عن معناه ولا يعطيه معنى جديد، يعطل الاسم عن معناه ولا يعطيه معنى جديد. يعطل أسماء الله وصفاته، يعطل أسماء الله وصفاته. فتقول هل السميع يسمع؟ يقول لا، سميع لكن لا يسمع، سميع لكن لا يسمع. هذا عطل أو لم يعطل؟ عطل المعنى، قال نعم هو سميع لكن لا يسمع. هل الله بصير؟ يقول نعم بصير لكن لا يبصر. كيف يكون اسمه البصير ولا يبصر؟ قال نعم بصير لكن لا يبصر. هذا الحد، أي عطل المعنى كله. القسم الثاني أن يعطل المعنى ويعطي معنى جديد، أن يعطل المعنى الحق ويأتي بمعنى باطل، أن يعطل المعنى الحق ويعطي معنى باطلا. الرحمن على العرش استوى، صفة الاستواء، يقول نعم استوى لكن معناها استولى، نعم استوى لكن معناها استولى. عطل المعنى الحقيقي وأعطى معنى باطل. ما معنى استوى الحقيقي؟ استوى يعني على، لما خلق الله العرش على عليه، يعني فوقه، على عليه وصعد عليه واستقر عليه، هذا معنى استوى، هذا معنى حقيقي. هم يقولون نعم استوى لكن ليس معنى على وصعد واستقر، بل معناه استولى عليه، استولى عليه. هذا الآن عطل المعنى الحقيقي. تبارك الذي بيده الملك، تقول يا فلان الله له يد، يقول نعم حقيقية، يقول لا. طيب ماذا تقول؟ قال أقول يد بمعنى القدرة والقوة. فالآن عطل الحق وأعطى معنى باطل غير الأول. الأول يعطل ولا يعطي معنى، الثاني يعطل ويعطي معنى آخر، هذا أيضا إلحاد. من الإلحاد أيضا أن يقول بأن صفة الله كصفة خلقه، المماثلة. الله له يد مثل أيدينا، وله سمع مثل سمعنا، ويسمع مثلنا، ويبصر مثلنا، وعين الله مثل أعيننا. هذا الآن مثل الله، صفات الله بصفات خلقه. لما مثل هل عطل؟ عندما مثل هل عطل؟ نعم عطل المعنى الحقيقي وأعطانا معنى باطل. فالممثل أيضا معطل، فالممثل أيضا معطل، عطل المعنى الحقيقي وأعطانا معنى مماثلا لخلقه. هذا أيضا من التعطيل، من الإلحاد. أيضا من الإلحاد أن يسمى الله بأسماء ليست
من أسمائه. أن يسمي الله بأسماء ليست من أسمائه. مثل كما قلنا قبل قليل القديم، هذا ألحد. يقول اسم الله القديم، اسمه الموجود، اسمه المقصود، اسمه العقل الفعال، العقل الفعال، الطبيب. هذا إلحاد، أعطاه أسماء لم يسمي الله به نفسه، فهذا يسمى إلحاد، أي مال بهذه الأسماء من غير الله وأعطاها لله سبحانه وتعالى، وهذه ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى. الآن نقول انتهينا من سبع قواعد في الأسماء، وإن شاء الله عندنا 7 قواعد في الصفات، ثم 4 قواعد في أدلة الأسماء والصفات. فهل هناك سؤال قبل أن ننتهي؟ هل هناك سؤال؟ نعم. هل المحسن من أسماء الله؟ على خلاف، على خلاف. منهم من قال أن من أسماء الله المحسن فيسمي عبد المحسن، ومنهم من قال ليس من أسماء الله. فالمسألة فيها خلاف، لأن الأدلة غير يعني واضحة تماما. فهناك من سمى بهذا الاسم، وهناك من توقف قال لا، الله أعلم، لا نسميه لأن الدليل ليس واضحا فيه. بقي شيء؟ بقي شيء؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.